السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لحضراتكم جميعا. النهاردة التلات 7/1/2025. النهاردة البورصة أجازة. هنعمل تعقيب على جلسة امبارح ونشوف الدعوم والمقاومات لجلسة الأربع 8 يناير 2025. هنبدأ أول حاجة نشوف نبتدي بإيه. نبتدي بأكت فاينانشال. أكت فاينانشال الدعم الأساسي بتاعه 3/20 أو 3/22. كان لف منها في جلسة 31 ديسمبر، راح لحد 3/45 وبيجني أرباح، فأصبح عندنا 3/45 لحد 3.5 دي مقاومة، وكسر كسر 3/35 يبقى عندنا بعد كده هيرجع تاني للدعم بتاعه الأساسي. هو كان اللو بتاعه 3/30، كلوز 3/31، يعني كده قربنا 10 قروش بس من الدعم بتاعه. مجرد اختراق 3.5 هنشوفه عند المقاومة 3/70. سهم عرضي في الحتة دي ما بين 3/20 ل3/70 مرورا بال3.5. طب نشوف المؤشر. الاي جي اكس 30 عندنا خط المقاومة الأساسي دلوقتي 30 3/3. جاب جلسة امبارح فتح 30 183، والهاي بتاعه 30 ألف 238. وصل لها ونزل، جاب 29 ألف 905. هيبقى أصبح الدعم بتاعنا 29 ألف 850. في حالة كسره يبقى 29 ألف 200 نروح لها 29 ألف 200. ده على المدى المتوسط. طيب بالنسبة لجي اكس 70 نفس الكلام، شمعة سلبية في جلسة آخر جلسة. الدبل توب ده كان هدفه 7825. جه في آخر جلسة يوم 6 فتح 8397، وصل 8436، كلوز 8336. دعمنا القادم 8240 ل 8245. طيب نروح لابن سينا فارما. في اب ترند ابن سينا فارما هنا وصل 67. الجلسة الأخيرة وصل 7 جنيه ونص وقفل 7 جنيه 40. على المدى القصير عندنا هنا مقاومة عند 7.65، ودعمنا 7 جنيه أو حوالين 7 جنيه. مش شرط 7 يبقى 7 أو 7/10، من 7 ل7/10 ده دعمنا. ده على المدى القصير. طب لو على المدى المتوسط عندنا هدف قرب 9 جنيه، 9.5. ده على المدى المتوسط، النقطة اللي نزل منها في 2019. مازال في اب ترند على المدى المتوسط. ده ابن سينا فارما. ابو قير مفهوش جديد عرضي. المقاومة بتاعته هنا، المقاومة القريبة تقريبا 50 جنيه المقاومة بتاعته، وبعدين 50 80 51 لحد خط الترند ده 53 جنيه. ده على المدى المتوسط. طب خلينا في المدى القريب. أول مقاومة لنا 50 جنيه.
50 جنيه. دعمنا 48.60 أو في حوالي 48. ثم 46. نكبر دي كده شوية. جه في الجلسة امبارح عمل هاي 49.70، كلوز 49.24، دعمنا 48. أجواء واقف على الدعم بتاعه، اللو 94 جنيه، كلوز 94، يعني 98 تقريبا 95 جنيه. الدعم بتاعه 94.60. في حالة كسرها هنروح للدعم اللي بعد منه عند حوالين 91 جنيه. في حالة تخطيها يبقى فيه هدف تاني فوق. في حالة تخطي 100 جنيه هيبقى لنا هدف تاني فوق، تقريبا هيكون حوالين 130 جنيه. في حالة تخطي 100 جنيه دعمنا هدفنا 130 جنيه. يبقى عندنا هدف هنا 130 جنيه في حال تخطي 100 جنيه. طيب في حال كسر ال 94 جنيه حال كسر يبقى عندنا بعد كده 91 ثم 87 جنيه. نعملها باللون الأحمر عشان ناخد بالنا منها. طيب أجواء لسه مازال في أب ترند. نتابع النقط بتاعته 94 ثم 91 ثم 87. قرب للتنمية، دعم 130 أو حوالين 130. قرش. مقاومة 140. اشتغل فوق 140 يروح 155 أول مقاومة. عربي انفستمنت في اب ترند، حد القناة العلوي هنا عند 57 قرش، جابها وبيجني أرباح منها. عنده دعم مهم عند 55 قرش، كسره وقفل تحت منه عند 54 قرش و5 مليم بفوليوم عالي. طبعا هنا آخر جلستين كان في فوليوم عالي جدا، هنا 182 ألف وهنا 104 ألف أو 105 ألف. على المدى المتوسط هو في أب ترند. هيبقى دعمنا القادم 53 ثم الحد السفلي للقناة عند 51.5 أو حوالين 51 قرش. ده الحد السفلي للقناة الصاعدة، ده في أريبيا. ممكن يجني من هنا من عند 57 قرش جلستين ولا حاجة، يوصل 51. طيب سباير كابيتال هنشوف حتة اللي دي عرضي. المقاومة بتاعتنا 25 قرش و6، دعمنا 24
24 قرش وستة، أو حوالين ال24 قرش. ممكن الواحد يمشي في عرض التريدات ما بين ال24 قرش وال26، ما بين ال24 وال26. أعلى نقطة كانت 25.8، أقل من 26 قرش، لحد أسهم الاكتتاب. تقريبا ليه أسهم اكتتاب تنزل قريب لحد ما نشوف أسهم الاكتتاب. طيب، أسمنت سينا ابتدى يظهر إيجابية، ولف من عند 26 قرش، من 26 جنيه. آخر جلسة فتح 31، والهاي بتاعه 32، وكلوز 31 92 94 32 تقريبا. هو ايجابي طالما واقف فوق خط نسبة فيبوناتشي وخط الترند ده. طالما فوق 31 جنيه هو ايجابي. اول مقاومة لينا حوالين ال 33 جنيه. تخطي ال 33 جنيه هنشوفه ب 35، ثم 36 ونص، ثم 41. ده على المدى المتوسط. يبقى اول هدف لينا هنا اهوت عند ال 41 جنيه. في حال تخطي ال 35 جنيه نعمله كده هدف اخضر كده حلو كبير. ده في حال تخطي ال 35 جنيه، هدف مبدئي. ثم ال 45 جنيه. ده بالنسبة لأسمنت سينا. السهم إيجابي على المؤشرات، على الار اس اي، وعلى هنا في الماكس مخترق، في المجد مؤشر المجد مخترق برضو. ولما جاي يجني ارباح في اخر جلستين بيجني عرضي، مش بيجري بنزول. فممكن نشوف في حاجة حلوة الاسبوع الجاي اسمنت سينا، صفرتين كده ولا حاجة. اسك واقف على الدعم 35 جنيه. في حال كسر ال 35 جنيه هيبقى هدفنا او دعمنا القادم 33، ثم 31. يبقى هنا اهوت كده 33. في حال كسر ال 35 جنيه اول مقاومة لينا هتبقى هنا نسبة فيبوناتشي وخط الترند ده عند ال 36، 60، 36 70. الار اس اي فيه نسبة سلبية، في نسبة سلبية الار اس اي. طيب بعد اسك للتعدين شوف اعمار مصر. اعمار مصر عندها، قلنا هنا عندها نقطة 77 مقاومة، مقاومة مهمة ما قدرش يتخطاها ولا يرتكز فوق منها، ونزل لحد ال 7.58 كلوز 67. اول دعم لينا هنا عند ال7.5، يليه 7.65، 7.35. 7.35. وهنا 7.70. الحتة دي كده فيها مقاومة عند ال7.70. لحد ال7.80.
فهل كسر السبعة 35؟ يبقى عندنا 7 دعم نسبة فيبوناتشي لهدف 37 أو 47. 36 46. ده بالنسبة لإعمار مصر. فهل تخطي 77 نحدثه بعد كده، هيبقى عندنا 8.5 والتسعة. 8.5 والتسعة جنيه. بس أعتقد اللي هو مازال سلبي في الحتة دي، هيبقى عندنا 7.35 دعم. 7.35 يليه 7 جنيه. 7 جنيه فلات. دي دعمنا في الفترة القادمة على المدى القصير. أكتوبر فارما عرضي مازال مفهوش جديد. دعمنا حوالين 100 جنيه. فوليوم قليل جدا. الفوليوم قليل، سيبنا منه دلوقتي. لما الفوليوم يزيد نبقى نتكلم عنه. أكرو مصر خبط في المقاومة ونزل له 31 كلوز 32. يبقى دعمنا هنا 59. مرورا هي مش فارقة يعني 60 جنيه. يبقى 60 59. ده الدعم بتاعنا. الأهلي التنمية بيجني أرباح. خبط في 31 جنيه وبيجني أرباح منها. نزل 30 جنيه وعشر قروش. هيبقى دعمنا هنا اللو بتاع الشمعة دي 38.5 تقريبا. 28.5. دعمنا 28.5. نسبة فيبوناتشي 28.5 دعمنا. مرورا مرورا بال29.5. على المدى القصير. ده الأهلي التنمية والاستثمار. إليكو قلنا عندنا 170 نقطة مهمة. جاء آخر جلسة فتح جنيه 72، وصل لحد جنيه 73، كلوز 165. دعمنا القادم 159 أو 158. مقاومة 170. على المدى المتوسط هو في اب ترند. 159 أو 109 أو 158 دي دعم. وارد يبقى فيه تريدة منها، ارتدادة بسيطة، ويبقى فيه تريدة سريعة. تريدة سريعة نقول لحد 2 جنيه. اسكندرية للغزل مفهوش غير الفوليوم ده. دعمه 9 جنيه. مقاومة 79. بعد 79 يتحدث. سهم سريع، سهم مضاربات. بالتوفيق إن شاء الله. الإسماعيلية الجديدة للتطوير العمراني مقفل وطلع 5%. طلع 5 كذا جلسة مصفر. أول مقاومة لينا هنا 23 جنيه ونص. طيب جه في آخر جلسة الهاي بتاعه 22.7. 22 جنيه. أعتقد في جلسة كمان أو جلستين صفارتين. جلسة ممكن تكون جلسة ويجني أرباح من عندها. طبعا اللي هيشتري مش هيلحق، لأن أنت مش بتبيع ولا تي بلس 0 ولا تي بلس 1. يعني اللي بيشتري في جلسة 6 دي يدوبك يبيع جلسة الخميس. فوديكو وصل لحد 100 جنيه وبيجني أرباح. هاي بتاعه 98، كلوز 92، بفوليوم عالي. هيبقى دعمنا حوالين 85 جنيه. بعد الإسماعيلية الوطنية فوديكو ممكن نشوف إسماعيلية مصر للدواجن.
هيبقى عندنا هنا مقاومة 9 15، الدعم 8 ونص، 8 55، 8 55 ل8 ونص. في حالة خط ال9 15 هيبقى عندنا مقاومة تانية عند ال9 60. ده بالنسبة لإسماعيلية مصر للدواجن. الأهرام للطباعة، آخر سعر ليه 10 93. عندنا هنا ال10 70 دي هتصبح دعم. الدعم اللي يليه 10 40 على المدى القصير، عندنا هدف قرب 13 جنيه. ده بالنسبة للأهرام للطباعة. بنك المصري لتنمية الصادرات، طيب عندنا مقاومة هنا عند ال18 ونص، جه في آخر جلسة هاي 18، فتح 18 هاي 18، اللو 17 ونص، كلوس 17 68. مقاومة 18 ونص، دعم 17 10، 17 10. أعتقد لو نزل ل17 10 ممكن يلف من عند ال17 10 بمقاومة 18 ونص، الهدف حوالين 20 جنيه على المدى المتوسط. تعمير والاستشارات الهندسية. في داون ترند اخترق خط الاتجاه ده بشمعة طويلة بفوليوم عالي، دعمنا 46 ونص، جه في آخر جلسة جاب له 51 30 وكلوز 51 80. على المدى القصير عندنا دعم هنا في حدود 50 جنيه. في حال كسر 50 جنيه أو 50 ونص هيبقى عندنا 46. عدم كسرها يودينا الهدف حوالين 60 جنيه مبدئيا، أو مقاومة عند 60 جنيه. على المدى المتوسط 68 جنيه. تعمير والاستشارات الهندسية. لو شدنا فيبوناتشي كده ونزودنا نسبة 78%، يبقى عندنا هنا دعم مهم في 50 جنيه. عندنا دعم مهم هنا في 50 جنيه. من 60 ونص مقاومة. تعمير والاستشارات. توفيق للتأجير التمويلي.
3060 دعمنا. مقاومة 3080. انا بكتب عشان ما انساش، واحد مع كتر الارقام بينسى. عندنا 3060 يلف منها يروح لل 3080. ممكن يلف قبل منها لان هو في اب ترند، سهم مضاربات وسهم مالي قوي ماليا، وارد اللي هو يلف قبل منها قبل ال 3060. هو هنا اللو بتاعه 367 كلوز 73 اخر جلسة. المناجم حديد والصلب المناجم ما قدرش يتخطى نسبة فوبوناتشي دي عند 4.5 ونزل منها، عمل له 399 كلوز 4. هيبقى عندنا هنا اهوت في مقاومة هنا في الحتة دي عند 4.5 ولا 4.4. دعمنا 3.95 أو 3.94 الفجوة دي. هنا الخط ده عند 3.92، نقول هنا ناخده متوسط 3.93 ده الدعم بتاعنا. والمقاومة 4.5، فهل تخطيها يبقى عندنا هنا هدف عند 4.30. أو ممكن نقول مقاومة مش هدف، يليها المقاومة بتاعت 4.60. كان فاتح هنا في فجوة، وارد اللي هو ينزل يقفلها. الهاي بتاعها 3.94. طب الفوليوم اللي بعد الفجوة دي ايه؟ يعني هنا الفوليوم 1.5 مليون، هنا الفوليوم 2.5. يكون عليها فجوة إجهاد، هنشوف. خليجية الكندية سهم عرضي، نخلي بالنا من النقطة دي. أولا 46 جنيه، والنقطة اللي قبل منها هنا 49.90، يعني 50 جنيه. خلي بالنا من 50 جنيه، هو قافل 50 وقرش، كسر 50 يودينا 46. عندنا المقاومة المهمة 52 جنيه. في كلام بيقولوا فيه تقسيم واكتتاب وكده، خلينا دلوقتي في الشرط، لما يبقى يتحقق حاجة ولما يعتمد حاجة نبقى نتكلم عليها. على المؤشرات السهم كان قلب سلبي وبعدين ابتدى محايد، فنخلي بالنا من 50 جنيه كده مبدئيا. الشرقية الوطنية في قمة، يعتبر في قمة، طلع من 65 قرش وصل قرب 6 جنيه، يعني 10 أضعاف. طيب شمس الإسكان مفيهاش جديد، دعمها 95، مقاومة 6.15. السيد العامة المقاولات شمعة سلبية، آخر شمعة سلبية، فتح 93 قرش و4 مليم، الهاي 97، كلوز 93.7. هيبقى عندنا 91 قرش دعم، يليه 88 قرش على المدى القصير. ايكون عنده دعم مهم عند 23.80 اخر جلسة، اللو بتاعه 24، كلوز 24.16. بنخلي بالنا من 23.80، يليها 22.70، يليها 21.70. فوق بقى لو بصينا فوق في حالة تخطي او ارتكز فوق 24.80 يبقى عندنا 27 جنيه ان شاء الله. راميدا
رامي ده السهم ماشي زي ما الكتاب بيقول، من 33 راح لحد 365. هاي 365 آخر جلسة كلوز 63. النقطتين دول اتكلمنا عليهم في كذا فيديو فات، الفيديو اللي فات والفيديو اللي قبله، كذا فيديو متكلمين. كان ب 33 وقتها، قلنا رايح لل 63. السهم ماشي عرضي وماشي زي ما الكتاب بيقول 63 365 كده. اللهم صل على النبي. ماشي زي ما احنا قلنا. لو حد يراجع الفيديوهات اللي فاتت هيلاقيه ماشي على النقط بتاعتنا. السهم ايجابي في حالة تخطي 63 والوقوف فوق منها. هيبقى عندنا هنا ايه؟ 93 او قرب ال4 جنيه. قرب ال4 جنيه. ربنا يبارك للناس اللي معاها. الناس اللي سألتني عليها اهو، رامي ده اهو بنتكلم عليه للمرة ال5 او المرة ال6 في خلال 10 ايام. شيني دعمه 9.5. اللو بتاعه في آخر جلسة 69، كلوز 79. يبقى دعمنا 9.5. لو قدر يثبت فوق منها هيبقى عندنا 10 جنيه، ثم 10.70 برضه عشان ما ننساش. ممكن نكتب في حال تخطي 10 جنيه. طيب هنا الدعم عندنا هنا 9.5. دي نقط شيني. في حال كسر 9.5 لا قدر الله هيبقى عندنا 9 جنيه الدعم الجاي. يبقى 9 دعم. الدعم اللي جاي على طول 9.5. من 9.5 ل10. هل تخطيه بقى عندنا 10.70. العبوات واقف على الدعم بتاعه، نقوله دعمه 1.25 جنيه. جاء آخر جلسة اللو بتاعه 126. قطاع الحليج عرضي. دعم العربية الحليج الأقطان 8.14. اللو بتاعها 28 كلوز 28. دعمنا هنا 8.14. ارتكز فوق منها نروح لل78. رماس. رماس دعمه 80 قرش. وهنا في الخط ده كده عند 83 يبقى ده مقاومة. عندنا هدف على المدى المتوسط حوالين 92 قرش. ده رماس. العربية للصناعات الهندسية واقف على الدعم بتاعه عند 133. 133 الدعم. يليه 128 لحد 130. طيب هو السهم طلع من هنا من عند 120 قرش، وصلنا لحد 158.
ال135 دلوقتي نقطة مهمة، نسبة فيبوناتشي. طيب لو قلنا الضلع ده هنا ايه، يو سي ينزل نقوله يبقى عندنا الدعم القادم هنا 129 نسبة فيبوناتشي 78%. ان شاء الله يلف منها. اول مقاومة لينا هنا 140 قرش، يبقى على المدى القصير 140 قرش دي مقاومة، 139 او 140 قرش. قرب ديري دخل تاني جوه القناة بس معرفش يثبت ونزل. اللو بتاعه 3.7 كلوز 3.9. هيبقى أول دعمنا هنا عند 3 جنيه. مقاومة الجلسة الجاية 3.18. جوهرة جوهرة على المدى المتوسط عنده هدف قرب 28 جنيه على الهدف على المدى المتوسط. على المدى القريب جلسة أو جلستين عندنا مقاومة عند 24 جنيه، دعمنا 22.5. هو كلوز 23.40 وكان اللو 23، يبقى عندنا 22.5 و24 جنيه على المدى القصير. الغربية الإسلامية السهم طالع من أول 24 جنيه داخل اهو على 32 جنيه، نسبة فيبوناتشي ومقاومة. يجب يعني اللي معاه السهم بيجني أرباح في الحتة دي كده اهوت. فنخلي بالنا من عند 33 جنيه، نخلي بالنا نراقب شوف هيعمل ايه عندها، هل هيجني؟ ولو جنى أرباح هيبقى دعمنا كالآتي. هيبقى دعمنا 30.5 ثم 29.30. 30.5. الفنار عرضي مدعم نفسه هنا في الحتة دي عند 3 جنيه وبريزة دعمه 3 جنيه و10 صاغ. مقاومة عندنا قرب 3.5 أو حوالين 3 جنيه ونص. ده الفنار المقاومات العمومية. القبضة المصرية الكويتية بالجنيه دعمنا 30.5، مقاومة 31.5، وهنا اللو 30.70، فرق 20 قرش عن الدعم بتاعه، قفل 30.80. القاهرة الإسكان في أب ترند، اخترق خط الترند ده لتحت في جلسة التانية وطلع اشتغل تاني فوق منه. هيبقى دعمنا هنا 2 جنيه. يبقى دعم القاهرة الإسكان 2 جنيه على المدى المتوسط. هو اللو بتاعه 2 جنيه 3 قروش، وقفل 2 جنيه و5 ب3 مليون أو 3 مليون و7 من 10 مليون سهم. دعمنا 2 جنيه، هدف على المدى المتوسط 2.5. يبقى خلي بالنا من 2 جنيه. القاهرة للزيوت جاب 26 وقفل 25.4 آخر جلسة. دعمنا الجلسة الجاية 25 قرش، يليه 24 قرش و8. دي الدعوم بتاعت السهم على المدى القصير. المجموعة المصرية العقارية طلع من 65 لحد 72 قرش، تقريبا 10%.
جه اخر جلسة فتح 71.3، طلع لحد ال 72 قرش ونزل 68.5. طيب ده عامل 68 قرش، يليه 67 قرش، مقاومة ل 72. في حالة تخطيه عندنا هدف على المدى المتوسط 78 لحد 80 قرش، ده على المدى المتوسط. أسهم الخمسات دلوقتي شغالة كويس، بدأ من أسهم الخمسات إن شاء الله نشوف في حاجة كويسة. المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية ده عامل 23 قرش، لو لف من 23 عندنا هدف 25.5. المصريين للإسكان والتعمير برضو واقف على الدعم بتاعه عند ال 37 قرش. في حال تخطي ال 39 كام دي؟ 37 37 قرش. في حال تخطي ال 39 قرش عندنا هدف عند ال 41 قرش. مطورون عرب قلت في الفيديو اللي فات اللي هو سلبي، هيبقى دعمنا هنا عند ال 32 قرش، قفل 33 4. الملتقى العربي نزل في آخر جلسة 42 41 كلوز 52. هيبقى عندنا دعم هنا 2 جنيه 2 جنيه 40 ل 2.45، دعم 2 جنيه ل 2.40 ل 2.45. أول مقاومة لينا هنا عند ال 2.65 لحد ال 2.70، 2.65 لحد ال 2.70 اللي هي كسرة قبل كده، يعني دعم من 2.40 لحد 45، 2.40 لحد 45، مقاومة 2.65 لحد 2.70. تريدات ام جروب خبط في المقاومة بتاعته عند 8.5 وبيجني أرباح من عندها، نزل لحد ال 7.96 كلوس 8 جنيه 3 مليون سهم. طيب هيبقى دعمنا هنا في الحتة دي من أول ال 7.80 لحد ال 7.90. لو خدنا كده قلنا هو في اب ترند، يبقى عندنا هنا ال 7.80 دعم، خلي بالنا 7.80. يليها ال 7.55 7.80 يليها 7.55، مقاومة 8.5 اهي نكبرها شوية، مقاومة 8.5. طبعا دي المقاومة دي محددينها من كذا جلسة، يبقى 7.80 كسرها 7.55، اشتغل فوق 7.80 يبقى عندنا 8.5. أرقامه سهلة، في حال تخطي 8.5 نحدثه وقتها ونقول له الهدف الجاي بتاعه كام. بالتوفيق طبعا للجميع. أودن الاستثمارات المالية خبط في 185 أو 184، دي كانت مقاومة، هي مقاومته الحقيقة هنا في 183، خطها بقرش ونزل جاب له 177 كلوز 179. هتبقى عندنا هنا الدعم اللي جاي بتاعه 173 لحد 168. السهم عرض في الحتة دي وبيجمع، كان عليه كلام في الفترة الأخيرة دي كتير.
169 دي نسبة فيبوناتشي، جنيه و69 قرش نسبة فيبوناتشي، يطلع فوق منها قرش ينزل قرش، لكن دي الدعم بتاعنا. وال178 دي لو اشتغل فوق ال178 حاجة كويسة، فوق ال178 هو قافل 179، لو اشتغل فوق ال178 وثبت فيها جلسة فوق منها ما كسرهاش، اعتقد اللي هو هيروح لسقف القناة دي عند ال2 جنيه، يعني فيها 10% فوق. ده بالنسبة لأودن. كونستراكشن، راسكم كونستراكشن لف من الدعم ورجع يختبره تاني، شكله كده يعني رجع يختبره تاني. هنا اللو بتاعه 283 جنيه، كلوز 283.29، دعمنا 275. بريميوم هيلث كير جروب، السهم بيجني أرباح في الحتة دي. أول دعمنا 140 قرش، عندنا المقاومة 160، يبقى من 100 و140 160، أرقامنا هي 140 قرش و160 قرش. بقاله بتاع 4-5 جلسات بيجني أرباح مع تناقص في الفوليوم، آخر فوليوم 19 مليون. بلتون قائد السوق أعتقد كده في داون ترند، خبط في الحد العلوي من القناة عند 2 جنيه و60 قرش ونزل بيجني، جاب له 245 آخر جلسة، كلوز 247. أعتقد هيبقى دعمه الجلسة الجاية 238 دعمه لحد 2 جنيه وربع. بلتون في داون ترند، تنمية في اب ترند، جاء اخر جلسة له 3 جنيه ونص، اعتقد ان ده الدعم في المنطقة دي لحد 3.45، اول مقاومة لينا هنا 3.80. السهم في اب ترند. جدوى في قناة هابطة، هيبقى دعمنا هنا ال4 جنيه لحد ال4.7. هو لف من هنا، لف من ال4.8، جه هنا في آخر جلسة له 4.18، كلوز 24 ب600,000 سهم. الدعم القادم 4.7 ل4.8. المقاومة عندنا هنا ال4.40، يليها ال4.70. هدف 5 جنيه على المدى المتوسط، ممكن نشوفه مثلا في خلال شهر ولا حاجة، أو يمكن أكتر شوية، بشرط عدم كسر ال4 جنيه فليتة، ال4 أو ال4.5. جراند مدعم نفسه هنا في الحتة دي عند 10 جنيه وربع، ما كسرش 10 وربع، هنشوفه تاني 12 ونص. كسرها يبقى عندنا الدعم اللي بعد كده 9 جنيه 65 قرش، خط الترند. كان عامل نموذج باتر فلاي، حقق المستهدف بتاعه، نزل اهو، ادي دلع طلع منه نسبة 60%، ادي 61.8 نسبة فيبوناتشي، ونزل ورجع جاب تاني الهدف بتاعه، عرض شوية لكن جابه في 3-4 جلسات. دلوقتي شرط عندنا عدم كسر 10 وربع. جنوب الوادي، دعمنا هنا 3.5، مقاومة عند ال4 جنيه على المدى المتوسط. وهنا عندنا دعم في 3.5. طبعا آخر جلسة هنا عامل له 3.66، كلوز 3.67 ب10 مليون سهم. ده جنوب الوادي الأسمنت. طيب نسيب الحقوق دي. دومتي ديجيتايز، دومتي طبعا قلنا عندنا دعم هنا مهم في حتة نارو اريا ماشي فيها، عندنا هنا 27 دعم، هنا نزل لحد 27.40، كله 27.70 تقريبا. تخطيها يبقى عندنا بعد 30 جنيه نحدثه لهدف تاني،
بشرط عدم كسر ال27 جنيه دلوقتي، بس 27 جنيه دي ما تتكسرش. في حالة كسرها وقف خسارة، كسر ال27 وقف خسارة، ما فيهاش كلام. فوق منها فيها أهداف تانية فوق ال30 جنيه. ريمكو لإنشاء القرى السياحية، دعم 43. آخر جلسة نزل لحد 3.55، دعمنا 43. مقاومة ل4 جنيه. زهراء المعادي، السهم وصل ل3.45 وبينزل. الثبات فوق ال3.38 هيبقى عندنا ال3.65، ما قدرش يثبت عندها يبقى ننتظر في ال3.18. 3.18 ده زهراء المعادي. سبق لف من الجنيه و30 قرش. اللهم صل على النبي. طلع للهدف، قلنا هدف عند 160 قرش، هو طلع لحد 157 وبيجني من عند لحد جانا لحد 145. عندنا أصبح 170 دي مقاومة. سبيد رجع يختبر الخط ده عند 37 قرش. أعلى حاجة هنا جابها 36.5، هنا فرق 5 مليم. وارد يلف عند 34، وارد ينزل لل34.5 تاني يختبرها مرورا. طبعا هنا في دعوم، عندنا هنا دعم في الحتة دي، دعم عند 35.8. اكتب الدعم ده عشان ما ننساهوش. 35.8. $34.5. وهنا عندنا 37. دي أرقام سبيد ميديكال. نتابعوا الجلسات الجاية. شارم دريمز، قلنا هنا في كلاستر مقاومات، نسبة فوبوناتشي وخط عرضي وخط اتجاه 17 جنيه. عايزين فوليوم جامد عشان يعديها، مفيش الفوليوم ده هننتظره عند 16 جنيه. مفيش الفوليوم ده هننتظره عند 16 جنيه. شارم دريمز. مستشفى كليوباترا طلع من عند 8 جنيه، وصل لحد 68 وبيجني أرباح. ثباته فوق 68 يوديه عند 29 على المدى المتوسط. مع الفوليوم العالي ده وارد نشوف جني أرباح جلسة أو جلستين. في عجالة كده عايزين نخلص. فتنس برايم، أسهم المضاربات، كنا قلنا خط الدعم ده ارتد منه، ادي مرة ادي 2 ادي 3، كسروا هنا ورجع خبط فيه هنا كده، بقى اصبح دلوقتي 165 ما تتكسرش. اشتغل فوق 165 ايجابي، كسر 165 سلبي. فوق 165 يوديه عند 185، 20 قرش. السهم بيجمع في الحتة دي، طلع هنا لحد 174، كلوز 169. يبقى عندنا هنا النقطة دي مهمة جدا، 165 164 165 ما يكسرهاش. اشتغل فوق 168 خير وبركة، يوديه عند 185 قرش برضه عشان ما ننساش نكتبهم. وهنا الدعم بتاعنا 165. ده فتنس برايم للأندية الصحية، سهم مضاربات. اسكندرية، مطاحن ومخابز اسكندرية، كنا رسمين له الخط ده، نتقل عليه شوية. بص، خبط فيه مرة هنا في جلسة 26/12 ونزل لحد 25 وربع، فتح وطلع منها برضو في جلسة يوم 5/1 خبط فيه، جاب 27 جنيه 98 قرش، هنقول 28 جنيه وبيجني أرباح. في الجلسة اللي بعد منها يبقى عندنا دعم هنا 25 وربع، 25 وربع دعمنا 25 25.
مقاومة هنا عندنا حوالين ال28 جنيه، 28 وربع مثلا، نقول 28 وربع. اختراق هنحدثه، كسر ال25 جنيه وقف خسارة، كسر ال25 جنيه وقف خسارة. قلنا ده دخل في قناة صاعدة تانية تحت. يبقى عندنا هنا 25 ونص برضو دي حد القناة السفلي. هنختم بمطاحن ومخابز اسكندرية، وأي حد ليه أي استفسار يا ريت يسيبولي في الكومنت، نعقب عليه في الفيديو الجاي، نقول الدعم بتاعه ايه والمقاومة بتاعته ايه. ولو الفيديو عجبكم يا ريت لايك ونشير الفيديو بحيث الكل يستفيد، وان شاء الله المكسب للجميع. يا ريت تستفادوا من الفيديوهات دي، يا رب يا رب تستفادوا، كله يستفاد. دمتم في امان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.